منتخب البرازيل منافس المغرب في كاس العالم هيدخل المونديال وهو عنده هدف واحد بس، كسر العقده وتحقيق اللقب بعد غياب 24 سنه بتشكيله بيقودها ثلاثي مرعب نيمار فينيسيوس رافينيا. المنتخب البرازيل كالعاده بيمتلك في كل خطوط الملعب لاعيبه من الافضل في العالم في مراكزهم، لكن من ضربه البدايه ليه في البطوله مفيش راحه. اول مباراه هيلعبها قدام منتخب المغرب، الحصان الاسود في اخر بطوله. المغرب اللي هيدخل البطوله دي وعينه على حاجه واحده بس، يقول للكل انا ما كنتش حصان اسود، لا 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 ابدا، دي مش مجرد بطوله وعدت، انا منافس قوي لكبار العالم. فنقدر نقول ان الماتش ده بالذات اختبار كبير قوي للفرقتين. الاهم يا صاحبي بعيد عن المباراه دي، هل تشكيل منتخب البرازيل يقدر يحقق كاس العالم؟ ده سؤال هتجاوبني عليه انت في الكومنتات، وانا هقول لك رايي في الفيديو ده. وحلقه النهارده زي ما انت عارف عن منتخب البرازيل، هنتكلم عن كل حاجه تخص المنتخب في كاس العالم. فمن غير مقدمات كتير يلا بينا على التفاصيل. نبدا كالعاده مع نبذه سريعه عن تاريخ منتخب البرازيل في كاس العالم. كاس العالم هو منتخب البرازيل، ومنتخب البرازيل هو كاس العالم. كل الارقام القياسيه والمهمه تقريبا لصالح منتخب البرازيل. يكفي اقول لك ان منتخب البرازيل هو المنتخب الوحيد في العالم اللي مفيش نسخه من كاس العالم اتلعبت الا وكان موجود فيها. وطبعا هو اكتر منتخب حقق البطوله 5 مرات، وخسر كمان نهائي البطوله مرتين. وهو اكتر منتخب في تاريخ البطوله كلها حقق نتيجه الفوز ب 76 مره. لكن رغم التاريخ الكبير ده وان دايما المنتخب بيمتلك اجيال ذهبيه، دايما عنده لعيبه في اكبر الدوريات في العالم وفي اكبر الانديه ومرشحين لتحقيق الكره الذهبيه، بس المنتخب عنده عقده من 24 سنه ما وصلش النهائي ولا مره، وبالتالي ولا حقق البطوله، ودي اطول فتره في تاريخه. فالهدف المره دي بقى في البطوله دي كسر العقده، وفي طموح جديده مع مدرب جديد بيثقوا فيه قوي. وهنا بنروح للمدرب كارلو انشيلوتي، المدرب الايطالي اللي عمره دلوقتي 66 سنه واللي لسه متجدد في الثقه، هيستمر مع المنتخب لحد 2030. مفيش شك ان هو واحد من افضل المدربين في التاريخ، سيبك من اي كلام يتقال واي انتقادات. في النهايه ده مدرب حقق اكتر من 36 بطوله، وهو المدرب الوحيد اللي حقق بطوله دوري ابطال اوروبا 5 مرات، وهو المدرب الوحيد في العالم اللي حقق الدوريات الخمسه الكبرى كلها كمدرب. وهو باختصار واحد من المدربين اللي بيعرف يشتغل بالمتاح. مش ضروري يكون في الفريق بتاعه افضل اللعيبه، لا 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 مش ضروري، هو هيعرف يشتغل بالمتاح. مش ضروري تكون كل المراكز فيها لعيبه كويسه، لا مش لازم، وبيدي مساحه وحريه كبيره للعيبه بتخليهم يطلعوا قوتهم الفرديه بجد، لدرجه ان اوقات كتير الناس بتنتقده المدرب ده عشوائي ما عندوش خطه. بس بالعقل كده، في مدرب بيحقق 36 بطوله ما عندوش خطه، في مدرب بيعمل الارقام القياسيه دي كلها في مسيرته وفي النهايه مش مدرب كويس. عيب لو هتطلع مبرر للالقاب والبطولات مع الريال، طب مع اس ميلان، مع تشيلسي، سيبك من كل ده. السؤال هنا، هل هينجح المدرب مع منتخب البرازيل؟ زي ما انت عارف ده اول تجربه للمدرب مع منتخب، هو عاده بيشتغل مع الانديه. دي تجربه سبق كمساعد مدرب مع منتخب ايطاليا، منتخب بلاده، لكن على مستوى الرجل الاول، المدرب الاول في الفريق، ده اول تجربه ليه مع منتخب. تدريب المنتخبات بيفرق كتير عن الانديه. هينجح ولا لا؟ دي اجابه هنعرفها من بطوله كاس العالم 2026. تعال بقى نتكلم عن مجموعه المنتخب في كاس العالم. طبعا منتخب البرازيل هو الاعلى تصنيف في المجموعه، حاليا في المرتبه رقم 6. بيجي من بعده في التصنيف منتخب المغرب اللي تصنيفه دلوقتي رقم 8، وهو المنافس المباشر على الورق لمنتخب البرازيل للتاهل من المجموعه كمتصدر. موجود كمان في المجموعه منتخب اسكتلندا اللي تصنيفه رقم 43، واخيرا منتخب هيتي اللي دلوقتي تصنيفه 83، المنتخب اللي طبيعي هيكون هو حصلت المجموعه. منتخب اسكتلندا على فكره فريق قوي وهينافس على بطاقه التاهل، لكن اكيد الترشيحات الاكبر لصالح المغرب والبرازيل. مين منهم هيتاهل كاول المجموعه ومين منهم هيتاهل كتاني للمجموعه؟ قول لي توقعاتك في الكومنتات. انا قلت لك توقعات الفيديو مصير العرب، نسبه فوز منتخب البرازيل على منتخب المغرب اكيد اكبر بكتير، حتى لو كانت توقعات اغلب مشجعين المغرب فوق كده بكتير شايفين ان عادي المنتخب يكسب البرازيل، عادي ان المنتخب يتصدر. ده كله اعتماد على ان اخر مواجهه جمعت ما بين المنتخبين منتخب المغرب هو اللي حقق الفوز في ماتش ودي كان في المغرب، لكن ده مش معيار ابدا، ودي مش حقيقه. المنتخب البرازيلي هتشوف بعد شويه بيمتلك كوكبه من النجوم، ومنتخب المغرب لو خرج قدامه بنتيجه تعادل يبقى عمل انجاز. اتمنى يكسب يا ريت، بس ما افتكرش دي مش هتبقى توقعات، دي هتبقى امنيات. وبمناسبه ان احنا جبنا سيره التشكيل، تعال نتكلم عن تشكيل منتخب البرازيل. جاهز؟ يلا بينا. نبدا مع مركز حراسه المرمى اللي متوقع انه يكون موجود فيه اليسون، الحارس الاساسي للمنتخب البرازيلي في السنين الاخيره، والحارس المفضل عند المدرب كارلو انشيلوتي. الحارس عمره دلوقتي 33 سنه، وسبق قبل كده ولعب مع المنتخب 73 مباراه دوليه. اليسون في الموسم الحالي اتعرض لاصابات كتير قوي وغاب عن عدد كبير من المباريات، لكن كل الاخبار بتاكد ان هو هيكون جاهز في البطوله. جاهزيته للمباريات هيتاكد منها المدرب اكتر في المباريات الوديه اللي هتتلعب قبل انطلاق البطوله، وهيكون من ضمن المباريات دي مباراه منتخب مصر يوم 6 يونيو، مصر والبرازيل. اليسون بشكل عام يعتبر واحد من افضل الحراس في العالم. ايوه حاليا ما هوش في البرايم بتاعه، ما هوش اليسون مثلا بتاع 2019 اللي تقريبا فاز بكل الجوائز الفرديه، وهو الحارس الوحيد في التاريخ اللي جمع ما بين 3 قفاز ذهبي في نفس الموسم لثلاث بطولات مختلفه، الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا، وكوبا امريكا. ده غير ان هو في نفس السنه فاز برضه بجائزه 20 افضل حارس في العالم. اكيد لو قدر يرجع للبرايم بتاعه في كاس العالم، ااكد لك من دلوقتي ان منتخب البرازيل هيكون واحد من اقوى المنافسين على اللقب، لان البطوله دي بالذات بيبدا تحقيقها من ان يكون عندك حارس بطل. طيب تعالوا نروح نتكلم عن السنتر باك، الاثنين لاعيبه قلب الدفاع. اول لاعب هو ماركينيوس، لاعب نادي باريس سان جيرمان، الكابتن والقائد الفعلي لمنتخب البرازيل، ده في حال كان غايب نيمار. هقول لك كده ملحوظه بشكل سريع، ترتيب الكباتن في منتخب البرازيل حسب تصريحات انشيلوتي. الكابتن الاول للمنتخب بدون نقاش ولا جدال نيمار طالما موجود في ارض الملعب، يجي من بعد المدافع ماركينيوس هو رقم 2، ورقم 3 بقى هو فينيسيوس، ده
ترتيب الكباتن في المنتخب حسب الاقدميه والاهميه. ماركينيوس لعب مع المنتخب البرازيلي اكتر من 90 مباراه، في الموسم الحالي بيقدم مستوى كويس جدا مع ناديه. ترتيب المدافع ما بين الافضل في العالم من المركز السابع للتاسع حسب اكبر واهم مواقع الاحصائيات في العالم. اللاعب على فكره بيمتلك دقه تمرير عاليه 92%، في افضل منه بس مش كتير، يتعدوا على صوابع الايد. اما اللاعب الثاني في مركز قلب الدفاع هيكون هو جابرييل مدافع الارسنال اللي عمره دلوقتي 28 سنه. مش محتاج اقول لك ان هو دلوقتي واحد من افضل المدافعين في العالم، لا هو فعليا واحد من افضل 3 في العالم. وبالنسبه كلاعب اعصر لاعب بيلعب بقدمه اليسرى هو الافضل في العالم بلا منافس. اكيد مش محتاج اكلمك عن القوه والجريته اللي بيلعب بيها ودوره مع نادي ارسنال، لكن عارف اللي ملفت للنظر في اللاعب اكتر ايه؟ دوره الهجومي. تخيل انه من 2020 من وقت ما ظهر مع نادي ارسنال لحد النهارده هو اكتر مدافع ما بين كل مدافعين الدوري الانجليزي تسجيل الاهداف او المساهمه في الاهداف، ساهم في 20 هدف، والاهم ان دايما اهدافه حاسمه كمان. يعني مثلا عندك في الدوري الانجليزي الموسم الحالي كان في مباراه بين ارسنال ونيوكاسل، ماتش كان صعب قوي على ارسنال وكان هيخسر فيه نقطتين، كان متعادل لحد الدقيقه 96 1-1. جابرييل سجل هدف وحسم ال3 نقط لفريقه، وهم النقطتين دول اللي يمكن فريقه يحسم بيهم لقب الدوري. وهم دول مدافعين منتخب البرازيل، اثنين بيتصنفوا من افضل 10 مدافعين في العالم، والاثنين هيواجهوا بعض في نهائي دوري ابطال اوروبا. تعال بقى نروح للاظهره ونبدا مع الظهير الايمن اللي هيكون دانييلو، لاعب فلامينجو البرازيل واللي عمره دلوقتي 34 سنه. ظهير بمواصفات خاصه جدا، مواصفات دفاعيه اكتر منها هجوميه، وده علشان هو اللاعب اللي في اوقات كتير هيلعب كقلب دفاع ثالث ويدي المتانه والصلابه الدفاعيه للفريق، لان في لعيبه في خط الهجوم بتهاجم ما بتدافعش، فبتحتاج في الحاله دي لظهير بمواصفات دفاعيه. في اظهره في منتخب البرازيل افضل منه وعندهم قوه هجوميه اكبر بكتير واصغر في السن، بس ده الاقرب للتشكيل الاساسي عشان السبب اللي قلت لك عليه. اما الظهير الايسر متوقع يكون كايو هنريكي، لاعب نادي موناكو الفرنسي واللي عمره دلوقتي 28 سنه. لاعب يعتبر من افضل الاظهره في الدوري الفرنسي وعنده توازن كبير ما بين الدفاع والهجوم، ودوره الدفاعي دايما اكتر بكتير من دوره الهجومي، وده مطلوب جدا لما يكون اللاعب اللي هيلعب قدامك كمان كوينج هو فينيسيوس، لاعب طول الوقت ماسك الخط ومش بيضم للعمق كتير الا متاخر قوي، فدور الظهير معاه دايما بيكون اقل. تعال بقى نروح لخط وسط منتخب البرازيل، واول لاعب لازم يتحط في التشكيل هو كاسيميرو، لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد حاليا واللي عمره دلوقتي 34 سنه. اتقدم في العمر وناس كتير كانوا فاكرين ان هو خلاص شطب كوره، السنه اللي فاتت الكل كان بيطلب منه ان هو يعتزل بقى يشوف له اي حته ثانيه يلعب فيها، لا الموسم ده عبر عن نفسه بشكل كويس جدا، ومع عوده فريقه للنتائج الايجابيه هو كمان استعاد جزء كبير قوي من مستواه. طبعا مش في البرايم ولا دي افضل نسخه منه اكيد، لكن عارف الغريب بالنسبه له الموسم الحالي ايه؟ تعرف ان ده اعلى موسم في تاريخ كاسيميرو، سجل فيه اهداف 9 اهداف، بس خد بالك برضه هو لاعب دلوقتي اصبح بطيء شويه في الحركه، ودي حاجه بالنسبه لمركزه اوقات بتكون مشكله، وعلشان كده مدرب الفريق انشيلوتي بيلجأ لحل تاني علشان يامنه اكتر، وهو ان يخلي فيه لاعب دايما جنبه رقم 8 يكون بيمتاز بالسرعه، وعلشان كده دايما اساسي جنبه في منتخب البرازيل حجر اساس برونو جاميريش، لاعب نادي نيوكاسل الانجليزي، اللاعب اللي بيعتمد عليه المدرب بالدرجه الاولى ان هو يساعد كازيميرو، لكن كمان حاجه ثانيه اهم بكتير، يغطي المساحه اللي ورا فينيسيوس، لان زي ما انت عارف فيني مش بيرجع يدافع. طيب مين اللاعب الثالث اللي هيكون موجود في خط الوسط؟ دي بتعتمد بالدرجه الاولى على نيمار هيكون موجود في التشكيل اساسي ولا لا، يعني لو مش موجود طبيعي بيكون في لاعب صانع العاب واللي هو غالبا لوكاس باكيتا، لكن بما ان في اخبار كتير بتقول ان نيمار احتمال كبير يكون موجود في التشكيل الاساسي كمان للمنتخب، على الاقل هيدخل بشكل تدريجي في الاول، فخلينا نتعامل مع التشكيل على ان نيمار هيكون موجود. في الحاله دي اللاعب الثالث هيكون في خط الوسط هو جواو جوميز، لاعب نادي ولفرهامبتون الانجليزي واللي عمره دلوقتي 25 سنه، لاعب عنده قوه بدنيه ودفاعيه مش محتاج اتكلم عنها، وهو اعلى لاعب في الدوري الانجليزي كله اللي بيمتاز بالقوه والجري والتنافس، لحد دلوقتي في الموسم الحالي قطع مسافه 376 كيلو بمعدل 11.7 كيلو في كل مباراه واحده، وفي بعض المباريات تخطى فيها 12 كيلو متر، مع كمان دقه تمرير 86%، فهو لاعب يدي الامان لخط الوسط وفي نفس الوقت يساعد الفريق انه يرجع الكره بشكل سريع. تعال بقى نروح لخط الهجوم، اقوى خطوط منتخب البرازيل، خط هجوم من ناحيه الاسماء مرعب ومن ناحيه القوه والتهديف. الجناح الايسر طبعا ما فيش كلام هيكون هو فينيسيوس اللي عمره دلوقتي 25 سنه واللي اكيد بيعتبر واحد من افضل اللاعبين في العالم وكمان من اغلى اللاعبين في العالم وحاليا في المرتبه الرابعه بقيمه تسويقيه بتوصل ل 150 مليون يورو، لكن الكل عارف ان اللاعب في الموسم الحالي مش في افضل حالاته، ما هوش بتاع الموسم اللي خسر فيه الكره الذهبيه، وده طبيعي جاي من حاله فريقه برده شويه، لكن ده ما يمنعش ان هو لاعب عنده امكانيات كبيره قوي وممكن في لحظات يظهر يخلص لك اي جيم. وما تنساش حاجه مهمه قوي، افضل نسخه شفناها من فينيسيوس كانت مع كارلو انشيلوتي، هو اللي طلع منه افضل حاجه، فوارد جدا يعملها مع منتخب البرازيل، وده لان المدرب في الاساس بيبني عليه هو الخطه، ودي حاجه في مصلحه اللاعب قوي وهو بيعرف يتالق بالطريقه دي، ابني الخطه عليا وسيبني انا بس هاجم. نروح بقى لمركز الجناح الايمن اللي متوقع ان يكون فيه رافينيا، لاعب نادي برشلونه واللي في الموسم اللي فات كان واحد من اقوى المرشحين لتحقيق الكره الذهبيه، قدم موسم استثنائي، الموسم الحالي اقل شويه بس ده بسبب انه اتعرض لاصابات كتير، لكن في كل المباريات اللي لعبها ظهر بشكل كويس قوي وكان دايما فعال على المرمى، يعني في الموسم الحالي هو مسجل 19 هدف وصنع كمان 8، يعني مساهم في 27 هدف. في ميزه كبيره تخص رافينيا في تشكيل الهجوم بالذات، هو اللاعب الوحيد من خط الهجوم اللي مستعد يعمل تضحيه بدنيه، اللي مستعد يرجع يدافع ويقف حتى جنب الحارس، وهو اول لاعب بيعمل عمليه ضغط عالي حقيقيه، مش شبه خالص الضغط بتاع فينيسيوس، لا عمليه ضغط لاسترجاع الكره حقيقي، وهو اللاعب اللي هيرجع وهيساند دفاعيا وهيكون جنب الثلاث لاعبين اللي في خط الوسط علشان التشكيله
التشكيل اتغير في الحاله الدفاعيه ل 4-4-2. نروح بقى لاخر لاعب في التشكيل واللي هو هيكون نيمار، اللي هيلعب اوقات كمهاجم وهمي او على الورق يعني كمهاجم وهمي، لكن هو في الحقيقه مع منتخب البرازيل لما بيكون فينيسيوس موجود بيلعب اكتر كانه صانع لعب. المثلث الهجومي باختصار بيكون مقلوب، نيمار تحت فينيسيوس ورافينيا. هنا حد هيقول لي بس ده مش افضل توظيف قوي لنيمار. عايز اقول لك ان هم لعبوا بالشكل ده الاثنين مع بعض في 16 مباراه. تخيل المنتخب خسر كام مباراه منهم؟ ماتش واحد، والباقيين اغلبهم فوز. ده غير كمان ان بيبقى في ما بينهم تفاهم كبير قوي، ودايما نيمار بيصنع لفينيسيوس وفينيسيوس كمان اوقات بيصنع لنيمار. بالعكس في فتره معينه كده كانوا ثنائيه مرعبه، وهو ده تشكيل البرازيل المتوقع في كاس العالم 2026. هنا حد يقول لي استنى نيمار حاليا مش جاهز بدنيا 100%، واحتمال المدرب ما يبداش البطوله بالتشكيل ده. وقتها الشكل ممكن يكون عامل ازاي؟ هقول لك وقتها لوكاس باكيتا هيلعب كصانع العاب، وفي الغالب جواو بيدرو مهاجم تشيلسي هو اللي هيكون المهاجم. قول لي بقى في النهايه، تفتكر منتخب المغرب قادر فعلا يعمل مفاجاه ويكسب منتخب البرازيل؟ وهل التشكيل ده يقدر يرجع امجاد الصنبا ويحقق البطوله؟ وقول لي كمان الفيديو الجاي تحب نتكلم عن مين، او اكتب تم في الكومنتات عشان توصلك الفيديوهات الجديده قبل اي حد. اشوفك قريب، سلام.